أساسية. يعني قانون المالية هو جوهر السياسة الاقتصادية في البلاد. يعني هو صارت انخرام كبير الوضع الاقتصادي في 2011 و2012 و2013. الحج السياسي كان تقريبا في لب الاهتمامات، واعتقد أن الجانب الاقتصادي لم يأخذ حظه يعني في السنوات الفارطة، وبالتالي وصلنا للوضعية التي وجدناها. الانتقال الاقتصادي في تعطل، هذا ما صرح به وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة لمجلة جون أفريك مؤخرا، وقال إنه مشروع قانون المالية لسنة 2018 لحكومة يوسف الشاهد ضمن حلول سهلة لن تحل مشاكل تونس، واللي تحتاج إلى رؤية اقتصادية جديدة قادرة على إخراج بلادنا من الأزمة. الانتعاش الاقتصادي على مستوى المالية العمومية، الانتعاش على مستوى المالية العمومية، انتعاش على مستوى الاستثمار، انتعاش على مستوى التشغيل. هذه تحديات كبيرة، والتحديات هذه باش تبقى قائمة للسنوات القادمة. حكيم بن حمودة مولود في 7 أوت 61 بمدينة جمال من ولاية المنستير. أكاديميا هو خريج الاقتصاد من جامعة تونس عام 84، ثم التحق بجامعة غرنوبل وين تحصل على شهادة الدراسات المعمقة في الاقتصاد عام 85، ثم شهادة الدكتوراه عام 90. المفروض أنه كنا ننطلق يعني في 2015 يعني في فعلا التحول الاقتصادي وبناء نمط اقتصادي جديد، ولهذا لحد الآن في رأيي ما صارش، واللي أعتقد قاعدين نشوفوا في التبعات نتاعو على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي ندفعوا في الكلفة نتاعو اليوم. على المستوى المهني كان كبير الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا من 2006 ل 2008 اللي التحق بها منذ 2001، ثم تولى إدارة معهد التدريب والتعاون الفني بمنظمة التجارة الدولية في سويسرا إلى حدود 2011، وأصبح المستشار الخاص لرئيس البنك الإفريقي للتنمية بتونس إلى سنة 2014، فسمحت له هذه التجربة الدولية باختياره وزير الاقتصاد والمالية في حكومة الكفاءات الوطنية برئاسة مهدي جمعة. السؤال الأساسي والتحدي، السؤال الأساسي الذي يجب نطرحه على قانون المالية هذا قدرته على رفع 3 تحديات كبرى اللي تعيشها بلادنا: أزمة المالية العمومية، أزمة خانقة، وأزمة أصبحت يعني نقولوا ممكن العام الجاي شيء أحسن، أصبحت كل سنة وتزيد تتفاقم. التحدي الثاني هو تحدي عودة الاستثمار وعودة النمو، والتحدي الثالث هو بطبيعة الحال التسريع في نسق الإصلاحات الاقتصادية. بفضل تخصصه في الأبحاث الاقتصادية تحصل حكيم بن حمودة على الجائزة العالمية ألان باول، وهو أول عربي وإفريقي متحصل على هذه الجائزة. كتب ونشر 30 كتاب في القضايا الاقتصادية المختلفة، وأهمها يوميات وزير في المرحلة الانتقالية والاقتصاد السياسي للثورة ولنوفو أورينتاليست. نشر أيضا عديد المقالات في المجلات العلمية العالمية، ولأنه مغرم بالكتابة أصبح مؤخرا صاحب ركن أسبوعي قار في جريدة المغرب بعنوان قهوة الأحد، يتحدث فيه عن السياسة والاقتصاد والثقافة. وهو أيضا ناقد سينمائي، حيث ترأس لجنة تحكيم العمل الأول في أيام قرطاج السينمائية في دورتها الأخيرة. قمنا بمشاهدة يعني 6 أفلام سنترك لهذا تقديم التقرير، وإن شاء الله يعني الاختيار يعجبكم. سياسيا حافظ حكيم بن حمودة على استقلاليته، وخير عدم الانتماء إلى حزب سياسي بعد خروجه من الحكم، ورغم قربه في فترة ما من مهدي جمعة، ولكن لم يلتحق بحزبه البديل. تذكر اسمه عديد المرات لتولي منصب محافظ البنك المركزي، لكن لم يتم هذا على أرض الواقع. وبقى حكيم بن حمودة صوت مدافع عن المسألة الاقتصادية من خلال تقديمه لرؤيته وتصوراته لإنقاذ الاقتصاد التونسي، وإصراره على ضرورة تغيير المنوال التنموي الحالي. سي حكيم بن حمودة، مرحبا بك. شكرا على الدعوة سفيان، وتحية ليك وتحية لكل مشاهدي الوطنية الأولى. عايشك. أنا حبيت نقول لك بيانفينيو كلوب، أنت اخترت الكتابة والتفكير ريفليكسيون على الانتماء إلى الأحزاب، رغم اللي كنت وزير وعديت فترة مهمة جدا.